بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحضر معاكم بسكوي غولي بالمعجون أو سويس رول. وقبل ما نروح نشوفوا مقادير الوصفة، اللي مازال ما اشتركش في القناة يدير لي اشتراك، واللي راهم مشتركين ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وتكتبوا لي كومنتير باش تشجعوني. بدون إطالة نروح نشوفوا مقادير الوصفة. باش نحضروا لاجينواز تاعنا نحتاجو نصف كأس ناقص أصبع سكر، نصف كأس زيت، نصف كأس فرينة أو دقيق، عندي ملعقة كبيرة فانيليا، قرصة ملح، وعندي كذلك 5 حبات بيض نسيباريو الصفار عن البياض. نجيب غيسيبيون ونبدا نحط فيه البيض تاعنا. قلنا عندنا 5 بياض، نديروا له القرصه نتاع الملح ونبداو نطلعوا في البياض تاعنا مع اضافه السكر تدريجيا حتى يطلع لنا مليح البياض ويتشكل عندنا المنقار هكذا كما راكم تشوفوا. راح تشكل عندنا المنقار والبياض تاعنا جاهز. نزيد نجيب صفار البيض تاعي، قلنا عندنا 5 صفار، نخلطوه بالفويه ونضيفه للبياض ونخلط غير بالعقل باش خليط البياض تاعي ما يهبطليش. نزيد نجيب الزيت تاعي ونضيف فيه غير بالعقل ونخلط. انا راني نخلط بالعقل، راني غير نجري في الفيديو. كي نكمل نضيف الزيت تاعي كامل، نزيد نجيب الفرينة بعد ما نغربلها نضيفها على 3 مراحل هي والفانيليا، ونخلط من الفوق للتحت باش ما يهبطليش الخليط تاعي هكذا كما راكم تشوفوا. نخلط غير بالعقل هكذا. كي نكمل نخلط مليح الخليط تاعي، نجيب سنيوه نفرشها بالبابي كويسون وندير فيها خليط الجينواز تاعي، ونجيب اي اداه باش نسوي سطح الجينواز تاعي هكذا. وانا في هذه الاثناء شعلت الفور تاعي باش يسخن. ندخل لاجينواز تاعي تطيب من 10 دقائق الى 15 دقيقه. هايليك لاجينواز تاعي بعد ما طابت خرجتها وخليتها تبرد، نحيت لها البابي كويسون هكذا كما راكم تشوفوا. قلبتها ونحيت له البابي اللي من تحت هكذا. نجيب المعجون تاعي ونبدا نديرو هكذا. نديرو كامل فوق لاجينواز تاعي ونبدا نرولي فيه كما راكم تشوفوا غير بالعقل. خرجت خفيفه ريشه. هاوليك البسكويت تاعي
جاهز. مازال غير نقطعه ونقدمه. نتمنى الوصفة نتاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتنجح لكم. اذا هنا نكون كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتدعموني وتشتركوا في قناتي وديروا لي جيم وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.